أطيب فطر بلحمة بأسهل طريقة وأسرع طريقة. 5 دقايق كنت عاملة أحلى طبخة لكل شخص مشغول أو عنده مناسبة أو عنده ظرف بده يطلع. هاي أكلة سريعة جدا جدا وما بتاكل وقت نهائي، والطعم كتير كتير طيبة، ما محتاجة وقت. بالبداية أنا عندي نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع دهنة، بحمسها كتير كتير منيح. وبعد ما احمسها كتير منيح بضيف لها البصلة وبضيف لها الملح والفلفل البهارات تبعيتها بهالشكل هذا. خلي البصلة تتبل معاها كتير منيح وتتشوح كتير كتير منيح مع اللحمة حتى تستوي. قولولي من اي مكان انتوا عم تتابعوني، ويا ترى بتعملوا هاي الاكلة ولا لا؟ واذا حبيتوا وصفاتي لا تنسوني من اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة ليوصلكم كل جديد. فعلوا زر الجرس توصلكم كل الوصفات، وطبعا لايككم والشير تبعكم كتير مهم وكتير ضروري للاستمرار. هلأ هيك بعد ما حمسنا اللحمة، حمسناها كتير منيح، بنجيب الفطر. انا عندي الفطر معلب، بجيبه بمطربان جاهز مقطع بهي الطريقة، بس بغسله كتير منيح وبحطه فوق اللحمة بهالطريقة. بحط الفطر وبشوحه، وبعد ما بحط الكمية كلياتها وبصير متنغمس مع بعضه بهدي عليه النار وبغطي الطنجرة وبتركه ليستوي على نار هادية ويطرى معانا الفطر على الآخر. شوفوا كيف هاي أكلة سريعة وسهلة وما بدها شي. هلا هيك بعد ما غطينا الطنجرة تركناه على نار هادية، بعده بيستوي معانا وبيطلع بهالشكل. طعمة ولا أطيب من هيك، خرافية، غرام، كتير طيبة. بتتاكل مع لبن، أو إذا بتحبوا جنبها بتعملوا رز بتتاكل جنبها رز، أو بالخبزة مع اللبن. كتير طيبة بالحالتين، وكتير أكلة مفيدة وسهلة وما بدها وقت. أتمنى تكون عجبتكم. بحبكم كتير. كانت معكم قناة أم عصام.